السلام عليكم. هنبتدي سلسلة جديدة من سلسلة التعافي، والسلسلة دي هتكون عبارة عن كل فيديو هديك سؤال، السؤال ده تجيب ورقة وقلم وتبتدي تكتب أو تجاوب على السؤال ده بالشكل أو بالطريقة اللي تعجبك. واحدة من أهم الأسئلة اللي بنسألها للناس اللي بتيجي تتعافى في أول سيشن أو في أول قاعدة بنقعدها مع بعض أو في أول ما أشوفهم حتى وفي أي مكان عايزين يتعافوا، سؤال مهم قوي: هو أنت عايز تتعافى ليه؟ واحد من أهم الأسئلة اللي يبدو تافه بس إجابته مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي بنشوف بعدها أنت فعلا هتتعافى وهتبقى كويس ولا لأ. طب ده أهميته إيه؟ أهميته في نيتي في فكرة التعافي. أنا عايز أتعافى ليه؟ عايز أتعافى عشان أوري الشخص اللي قدامي ده إن هو خسر حد كبير وإنه خسر حد جامد، فأنت كده مش هتتعافى للاسف، او التعافي بتاعك هيكون بصعوبه جدا. عايز تتعافى عشان اوري الناس ان انا حد جامد وان انا حد مش عارف ايه، برضو التعافي بتاعك هيكون صعب جدا. ولا عايز اتعافى علشان انا عايز اتعافى، عايز اتعافى عشان ابقى كويس، عايز اتعافى عشان لو استمريت في اللي انا فيه ده حياتي مش هتبقى كويسه قدام. ففكره ليه في اي حاجه في حياتك، اي حاجه عايز تعملها في حياتك، قبل ما تعملها لازم الواي، السبب. تسال نفسك ليه. لو السبب مش كلير، لو مش واضح، لو السبب مش في ايدك انت وانت الطرف الوحيد والاساسي فيه، فانت هنا عندك مشكله. فواحده من الحاجات المهمه جدا: انت عايز تتعافى ليه؟ ولازم تكون مدرك وانت بتجاوب على السؤال ده ان مفيش حد طرف في موضوع التعافي غيرك، ومفيش حد هيمشي رحلة التعافي دي غيرك. ففكرة انك ترهن تعافيك على شخص تاني دي حاجة بتأذيك جدا. فكرة انك ترهن فكرة التعافي بتاعتك على سيناريو لازم يحصل ولو ما حصلش انا مش هتعافى، فدي حاجة بتأذيك جدا. لأن الإنسان لما بيتعافى من أفكاره، من مشاعره، من معتقداته، ومن الأذى النفسي اللي شافه في العلاقة. فالشخص اللي كان معاك في العلاقة هو أصلا مش طرف في إنك تتعافى ولا لأ. فواحد من أهم الأسئلة اللي أنت عايز تجيب ورقة وقلم وتكتبه كده وتجاوب عليه: أنا عايز أتعافى ليه؟ خلينا نتقابل في الفيديو الجاي. سلام.